يلا معلومة على السريع هقول لكم تجربتي مع تسوية الوراك في الاير فراير. انا تبلتها وحطيتها في الاير فراير وظبطتها على برنامج الفراخ اللي هو بيديني درجة حرارة 180 لمدة 27 دقيقة. انتي تبليها زي ما انتي حابة، ولكن الاهم يكون في التتبيلة دي زيت. بعد ما عدى الوقت فتحت عليها بعد 27 دقيقة، حسيت ان الوراك لسه مستويتش، وده بيبان طبعا من شكل الجلد. قفلت عليها تاني وفضلت اديها تايم، ولكن قللت درجة الحرارة ل160 عشان انا مش عايزة الوش يتحمر اكتر من كده، بس كنت عايزاها تستوي لحد ما اخدت الاجمالي 45 دقيقة تسوية. بعد كده كانت خلاص استوت، وكانت واخدة طعم التتبيلة حلوة قوي رغم ان انا ما قعدتهاش في التتبيلة دي كتير. وكان الاهم بالنسبة لي انها ما تنشفش، لان اغلب الكومنتات اللي كنت بسمعها عن تسوية الفراخ في الاير فراير انها بتنشف وبتفقد التتبيلة. لكن ما نشفتش معايا وكانت مستوية، مع العلم ان انا مستخدمة اوراق كبيرة عشان لو مظهر لكم في التصوير. وكان ممكن كمان ازود الوقت عن 10 دقايق كمان، لكن ما كانش ينفع ابدا اقلل عن 45 دقيقة. فيستحسن لو حجم الوراك كبير انكم تدخلوا درجة الحرارة والوقت مانوال. وبس كده، دي كانت تجربتي مع الوراك. لو عندكم اي ملحوظة ياريت تضيفوها لي، ولو حابين اجرب اي حاجة تانية ياريت تقولولي عليها في كومنت. انا سارة هلال، لو استفدتم من الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لي لايك وتتابعوني، بنزل دايما وصفات وتجاربي في الاير فراير.